شوف الجمال هنا بقى. عشان كده هم في قطاع غزة حاسين بالفرق، وحاسين ان مصر عاملة شغل جامد. ومصر في أرض الواقع، مش كلام ولا شعارات ولا أغاني. مصر بتعمل بتنفذ في أرض الواقع، واقفة مع قطاع غزة ومع الفلسطينيين، عملي وفعلي، وليس كلام ولا شعارات زي بعض الدول. في بعض الدول بتتكلم بس وشعارات بس، ومفيش أي تنفيذ، ومفيش أي خطوة على الأرض. لكن مصر بتنفذ فعلي وعملي. عشان كده الفلسطينيين رافعين أعلام مصر وبيقولوا تحيا مصر ويحيا الرئيس السيسي، مش من فراغ، من اللي هم شايفينه الواقع الملموس. مصر هي الواقع الملموس، مصر هي العمل على الأرض، مصر هي التنفيذ الفعلي، مصر هي القوة الثابتة، مصر هي الرأي الثابت بخصوص قطاع غزة، ولا بتتغير، سياستها ثابتة وكلمتها قوية. مصر كلمتها قوية وجيشها قوي وشعبها قوي. مصر هي التنفيذ، مصر هي القوة، مصر هي الفعل، وليس الكلام ولا الشعارات. وأتمنى من باقي الدول العربية إنها تنفذ على الأرض زي ما مصر نفذت. لو الدول العربية نفذت على الأرض زي ما مصر نفذت، إحنا هنبقى في حتة تانية. مصر قدوة لكل الدول العربية والدول الخليجية والدول الإسلامية. يعني الكلام ده مش من فراغ ولا الكلام ده شعارات، الكلام ده حقيقي 100%. مصر هي القدوة للدول العربية والدول الخليجية والدول الإسلامية. ونفسي كله ينفذ الكلام بتاعه على أرض الواقع زي ما مصر نفذت. واحنا نقدر نقول إن احنا عملنا بالفعل ونفذنا على أرض الواقع. بنقولها وصادقين فيها، وإن شاء الله القمة هتنجح في شرم الشيخ على يد مصر. ومصر هي الدعم الأكبر، مش هنقول الدعم الوحيد، مصر هي الدعم الأكبر للقضية الفلسطينية من البداية. وهي الدعم الأكبر لحل الحرب في غزة. وإن شاء الله الكلام ده هيتنفذ بكرة وبعده على أرض مصر في القمة المصرية العربية الدولية غدا إن شاء الله برئاسة الرئيس السيسي والرئيس ترامب. وإن شاء الله ربنا يقوي مصر على اللي هي فيه، وربنا ينصر مصر إن شاء الله. وهقول لكم على موضوع سد النهضة إيه اللي هيتم إن شاء الله قريبا. ربنا ينصر مصر وتحيا مصر. وهنكمل في فيديو تاني إن شاء الله موضوع سد النهضة.